جبتلنا معاك الخير كله، جبتلنا معاك الخير كله، من الصبح نقوم ونحضر له، للصبح نقوم ونحضر له. يا ولاد يا ولاد، جبتلنا معاك الخير كله، جبتلنا معاك الخير كله، من الصبح نقوم ونحضر له، من الصبح نقوم ونحضر له. ايه ده؟ معلش بقى، انا دمجت مع الاغنيه والاغنيه خلصت اصلا، وانا مندمجه مع الاغنيه بحبها. عشان بحب اغنيه ايه كمان؟ بحب اغنيه افرحوا يا بناتي يلا وهيسوا، رمضان اهو نور فوانيسه. افرحوا يا بناتي يلا وهيسوا، رمضان اهو نور فوانيسه. يا حلاوة الدين الله الله، والقمر الدين الله الله، يا للنقل وقراطيسه. هي بحب كمان اغنية رمضان كريم، يعني بعشقها. بس كده، ويلا بقى نخش على الفيديو الجامد دوت اللي فيه حاجات حلوة كتير وحاجات تفرح كده وتبسط الواحد وتغير من المود وتغير من النفسية بجد، يعني بأبسط الحاجات، يعني تفرحي بها نفسك، يعني أبسط حاجة خالص كده مش مكلفة، وتفرحي بها بيتك وتفرحي بها. وقبل ما نعلق الزينة بقى، عايزة اقولكم كل سنة وانتوا طيبين، وفي قناتي متهنيين، وفي قناتي منورين، يعني مش عارفة اقولكم ايه تاني، فكل سنة وانتوا طيبين. تعالوا بقى نشوف هنعلق الزينة ازاي وبس كده. هنشاركوني النهاردة وانا بعلق الزينة، مش النهاردة يعني، لو ما كان من يومين يعني، بس انا بسجل الفيديو النهاردة. وبكرة رمضان ان شاء الله يقعد علينا الايام بخير وفرح وسعادة وهنا وكل حاجة حلوة يا رب. قولوا امين. كل الفيديو دوت، كل ده عشان اخد الصورة المصغرة اللي هحطها على الفيديو. شايفين كنت بصور فيديو طويل عريض عشان كل ده اخد منه الصورة المصغرة، يعني تعب يعني. تفتكروش ان التصوير ده سهل والحاجات دي؟ لا 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 لا، ده تعب وتعب وتعب يعني. كل ده اصلا منتجة وحاجات، بس كله يهون 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 قدام الحاجة اللي انا بحبها وبس. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجة ان انا هحط الزينة على النيش، لاني ده كان لقيته افضل حاجة واشيك حاجة واحلى حاجة ان يتحط على النيش، لقيت شكله هنا احلى. وجوزي بقى كان عمال يتخانق مع الدبانة وانا عمالة بضحك عليه، اقسم بالله. يعني انا بسجل الفيديو دلوقتي وعمالة بضحك عليه اللي هو كان بيعمله. مش عارفة كان بينتقم من الدبانة، مش عارفة هو بيعمل ايه. ما علينا. كان بصراحة كانت الدبانة رخمة، يعني الدبانة رخمة. عارفين انت الدبان اللي بيخش الرخم ده اللي بيقعد يقرص ده، يعني فظيع. فالمهم بقى ايه، انا كنت بشيل اللزقة من على دماغي، مش عارفة مين اللي لزق لي اللزقة على دماغي كده واحنا بنلزق الزينة وكده. وعلقنا بقى على النيش ورحنا بقى نعلق الفرع دوت. يعني عايزة اعمله كده زي دايرة كده بس تحت الشاشة، يعني حوالين، يعني تحت الشاشة بس. وطبعا بقى انا بلزقه اليمادي، يعني انا لسه بلزق اليمادي كده، ولسه بقى رايحة بعد ما لزقت اليمادي لسه رايحة الزق اليمة التانية. كنت ماسكاه عشان ما يعني عقبال ما ينشف شويه، فلسه راح الزق اليمه التانية فقام واقع كده زي ما انتوا شايفين. قعدنا بقى نضحك. بس كده بعد ما قد بقى، شايفين بقى قد ايه شكله حلو، وطفت لكم النور عشان يبان شكله حلو جدا. بصراحه يعني انا فنانه يا ولاد، انا عندي نظره في الحاجات دي، في اي حاجه يعني بيبقى عندي التاتش بتاعي، ذوقي حلو يعني في الحاجات دي. فانا كنت حاسه ان هو هنا كده شكله احلى واقيم. النور بقى اللي انا حطاه على النيش دوت بيثبت، يعني ممكن اثبت اللون بتاعه، اي لون انا عايزاه اثبته، بس من غير ما يقعد يقل ويطفي كده، بيثبت لون واحد يعني. بيثبت فيه كام شكل كده، بيقعد يعني تثبتيه على الشكل اللي انت عايزاه، بس انا ثبته على كده. وده زي اللي انا جايباه لماما، يعني ده زي اللي انا جايباه لماما احطاه في البلكونه عندها. انا كنت جايبه لها واحد وكنت جايبه لي انا كمان واحد. فقعدت بقى ايه، ارسم بقى بوجي وطمطم والكلام دوت حوالين الصور بتاعتنا دي، الصور اللي احنا صورناها. كنت قايله لكم في الفيديو اللي قبل دوت اللي انا لسه منزلاه.
هي دي الصور اللي احنا صورناها وكده. وفي صورة كمان لأنس وصفا، بس دي سايباها عند ماما يعني. ماما قالت لي سيبها لي هنا فسيبتها لها هناك بس. وحطيت بكار كده تحت، شكله حلو قوي وشكلهم حلو قوي كده، وانا حطاهم حوالين الصور بتاعتنا جميلة. وحطيت بقى بوجي بقى يعني واقف على عربية الفول، حطيتها تحت الشاشة يعني ما بين الدايرة اللي انا وعيالي عاملاها كانت دي. مبسوطة قوي وزي ما انتوا شايفين بالزينة كده شكله والتغييرات دي، تحفة بجد هي وحلو بصراحة قوي. بتبقى مبهجة، يعني الحاجات دي مبهجة. انا بقالي فترة ما كنتش بحط نور خالص عندي في الشقة من جوه، كنت بحط بس الاشكال زي بكار زي طمطم الاشكال بس. وكنت بحط بره اللندة اللي هي البلكونة بتايد بس كور دي يعني. اللي بتقعد تلف دي، بس قلت بحطها السنة عندي دي في بقى اعمل الشقة، حاجة فكنت مختلفة بستكفى باللندة دي واحط كفاية. عندي قلت في في الشقة الشقة حلوة كده قوي، واعمل مود بقى رمضان هي وكده بتعمل لي جو والحاجات دي. رمضان بس وبس كده زي ما انتم شايفين. يعني شكلهم حلو جدا وحلوين قوي. دول طالعين جداد بلزقة كده، اما اللي انا كنت بجيبهم السنة اللي فاتت واللي قبلها كرتون كده او ورق حاجة زي كده. وطبعا بقى شلت الحافظة اللي هي اللي انا كنت حطاها اللي هي اللي لونها بني، وحطيت اللي هي النبيتي دي، وحاسه ان هي مدياني اجواء رمضان قوي، حاسه بتغيير وتغيير حلو يعني. انا ما كنتش اصلا عايزه اشيل الحافظه البني دي لاني بحبها برضك من ساعه لما حطيتها وانا ما شلتهاش تاني، فكنتش عايزه اشيلها. فاول لما شلتها حسيت وحطيت دي حسيت بتغيير، وقلت ايه ده جميله اهي والله، ومخليه كده فعلا ان الواحد حاسس برمضان. انا شلت اصلا الحافظه البني عشان خاطر احط النبيتي، وبعد كده اما اجي افرش البني في العيد احس بتغيير. فانا حسيت بالتغيير من دلوقتي، اصلا انا حسيت ان في اختلاف لما حطيت النبيتي. حسيت لا فعلا ده جميله واجواء رمضان، ايه ده حلوه. وانا كنت حاطاه اصلا غصب عني بس لقيتها جميله. ففرش الشلت بقى قلت اخليه شويه كده وبعد كده هبقى اشيله، يعني قلت اخليه اسبوع عشان كان نضيف، فقلت اخليه اسبوع كده ولا حاجه وبعد كده اشيله واحط الغيار التاني وكده. وعملت بقى الغدا، عملت مكرونه طاجن كده، عملت طاجن بالفراخ بس كان خطير خطير خطير، احلى بكتير من بره. انا مستحيل ان انا اكل طاجن بتاع ده، طاجن مكرونه يعني بالفراخ. ما بحبش انا اكله بره. ممكن اكل اللي هو بالكبده، يعني اكل طاجن كبده، بس اللي هو بالفراخ ده ما بحبش اكله من بره خالص. بحب لو عملته ونفسي راحت له اعمله في البيت، بيبقى احلى بكتير. لما بنروح ناكل كشري بره جوزي هو اللي بيطلب طاجن مكرونه بالفراخ، باخد منه معلقه كده ما بيعجبنيش. حتى جوزي بيقول لي لا فعلا احلى بكتير قوي من بره، طعمه خطير. الصراحه كان طعمه حلو قوي، يعني مش قادره اوصف لكم جماله. انا بسجل الفيديو اصلا ونفسي راحت له تاني يعني. فكفايه بقى كلام على الطاجن المكرونه فكفايه. فالمهم بعد ما كنا مسحت الترابيزه وحطيت بردك المفرش بتاع رمضان اللي انا جايباه ده، جايبه مفرش جلد عشان خاطر وقت ما اغسله وكده ما يتغسل يتمسح على طول والكلام. فالمهم بعد ما حطيته كنت عايزه بقى عليه سمير غانم الله يرحمه، فهو المفرش حلو جميل بصراحه. فكنت عايزه اعمله باستك من تحت كده، وجوزي قاعد يمسكه معايا ان انا اعمله باستك، بس الاستك كان عمال يزحلق لتحت كده فما ينفعش ان هو يبقى باستك، فسيبناه كده. قلت وقت الاكل هفرشه وبعد الاكل هبقى اشيله، وهيبقى سهل في المسح وهيبقى سهل كمان في الغسيل وكده. بس كده وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. وبعد كده عملت لهم بقى عصير برتقان كده، وقلت ادام ما كلناش على المفرش يبقى نشرب العصير على المفرش، نعمل بيه نجربه. لقينا حلو يا ولاد والله. انا كنت فرشه زيه كده السنه اللي فاتت، يعني انا كنت فرشه المفرش ده السنه اللي فاتت بس اديته لماما. يعني المفرش الجلد ده استخدمناه بس السنه اللي فاتت واديته لماما، وجبت واحد بس على قد طبليه يجي متر كده على قد طبليه، لان بتاع السنه اللي فاتت كان كبير. فبصراحه استخسرت ان انا اقصه كده، وقلت هينفعنا واحنا عندنا يعني عند ماما وكده، كلنا بنبقى قاعدين بناكل هناك وكده، فهينفعنا احنا هناك بس.
جبت بقى ايه في الحاجات اللي انا جبتها دي، جبت بقى الحاجات اللي انا كنت شارياها رمضان، يعني حاجات كنت شارياها كده رمضان وكده، عليها رسومات رمضان والكلام ده. ملكوش دعوه باللي انس بيعمله، انا اديته على دماغه. عماله اقول له يا ابني بطل اللي انت بتعمله ده، بس هو دماغه ناشفه. شايفين عمال يعمل ايه؟ بيوريكوا بكار. فجبت الصينيه دي القمر دي، الصينيه دي كانت عجباني قوي، فاول ما شفتها بصراحه يعني قلت لا هي دي بتاعتي. وجبت الكوبايات دي، وطبعا الشفشق اللي انا وريته لكم الاولاني ده انس هو اللي منقيه بصراحه، وهو عجبني يعني. انس نقاه، الواد ده ذوقه حلو زي امه، فهو عجبه الشفشق. وقلت له والله يا انس مش كسفك، لاني هو فعلا حلو. قال لي يا ماما هاتيه عشان خاطر عليه الحروف بتاعتنا، يعني هو عجبه عشان خاطر عليه الحرف بتاعه وعليه الحرف بتاعي وكده. فقال لي يا ماما ده عليه الحروف بتاعتنا، حرف اهو يا ماما. قلت له والله يا انس صدق ده عجبني، انا هشتريه فعلا عشان عليه الحروف بتاعتنا وكده اهو. شايفينه ماسكه في ايده اهوت. وجبت الكوبايات دي يعني لايقه على الشفشق ولايقه على الصينيه كمان. وجبت الصينيه اللي هي بتتحط ديكور دي، او يتحط عليها كنافه او يتحط عليها اي حاجه، زي اللي اختي كانت جايباها لي. بس اختي كانت جايبه لي اللي هي البيضه اللي هي الساده، بس انا جبت دي لونها عجبني، وكمان عليها ايه فنانيس وكده، شكل فنانيس وشكلها حلو يعني، تليق على رمضان وكده يعني. وجبت بردك الكوبايات دي هتليق بردك على الشفشق وهتليق كمان على الصينيه. انا موفقه الشفشق ده كان بيتباع لوحده مش معاه الكوبايات، انا موفقاهم مع بعض كده يعني، فالاتنين هيليقوا مع الشفشق. بقول لا انا وريني الشفشق كده عشان اوريكم هيليق على الشفشق. شايفين الحروف بتاعته الوان وهيليق يعني، الكوبايات هتليق عليه جدا يعني، فحلوين قوي. وانا قلت بقى اجيبهم بلاستيك وكده عشان خاطر ولادي ما يكسروش الحاجات الازاز اللي عندي وكده، لاني هما لسه صغيرين بردك، فبشربهم في حاجات بلاستيك عشان ما يكسروش، واحنا كمان هنشرب في البلاستيك يعني كتغيير. وحلوين جدا يعني، متحسهمش ان هما بلاستيك يعني، هما وش خامتهم تقيله وجامده، خامتهم حلوه قوي. وجبت البانيو بتاع الصابون دوت، بس مش عارفه، حاسه ان انا عايزه ارجعه عشان خاطر وش لون المطبخ عندي. فقولي ايه رايكم، اسيبه وخلاص ولا ايه؟ وجبت المساحه دي، دي بقى حلوه عجبتني لونها عشان خاطر لون المطبخ يعني، مش لون المطبخ، انا المطبخ عندي فوشيا وهي بينك، بس كلايقه برضك. انا بحب انسق الالوان عندي تليق على كل حاجه، فجبتها. انا عندي واحده بس لونها لبني، فمش عجباني عشان خاطر لونها مش لايق على المطبخ والله العظيم، فسبتها بقى للازاز والحاجات دي، وجبت دي للمطبخ بس مخصوص للرخامات وكده. وهوريكم هعمل بقى ايه يعني، همسح بقى الرخامات لما اجي اغسلها وكده. بصوا بقول لأنس اتفضل اشرب عصير، وقعدنا نلعب انا وهو، وفي الاخر قمت بقى عامله ايه، قمت رازعه الصينيه في وشه. هي دي بقى الحاجه اللي تقع ما تتكسرش. قلت بقى اما ادخل على المطبخ عشان خاطر اغسل الحاجه دي واجهزها وكده تبقى نضيفه. هي طبعا نضيفه وكده لانها كانت في اكياس وكده متغلفه، بس برضك يعني لازم تتغسل من مطرح حد مسكها. التراب اكيد داخل لها، لان الحاجات دي بتبقى في محلات وفي شوارع والكلام ده، لازم تتغسل برضك يا جماعه، مفيش كلام. فخدتها على الحوض كده بقى طبعا، وقلت بقى ايه افك بس المساحه بعد ما الاول، فكيت افك بقى اللزق اللي كده، عليها واوريكم انا هعمل شايفين بقى إيه. يعني اي ميه هتبقى حواليا هعملها بالمساحه، بس كده. وهديهم بقى غسله كده، غسله سريعه يعني، هما مفهومش حاجه يعني، هتبقى ايه زي شطفه كده سريعه. حبه الصابون بقى بتاعنا كده الجميل، ورغي رغي رغي رغي، وبصوا بقى والنظافه والجمال. طبعا بقى انا كنت عامله بقى حاجات كده، منظفه التلاجة ومنظفه المطبخ يعني. بصوا انا ايدي على طول في المطبخ، بس عملت التلاجة عشان خاطر كنت بقى لي فتره ما كنتش جيت شميتها، اول مره ما كنتش يعني ما جيش شميتها كده، بس انا كنت عارفه ان انا خلاص بقى ان انا هعملها قبل رمضان، فكنت سبتها يعني بصراحه. كانت مضايقاني بقى يعني، انا ما بحبش كده، فكنت حاجه مضايقاني، فعملتها بقى وظبطتها. انا بحب اشوف التلاجة بتاعتي كده رايقه ونضيفه ومفارش بقى وحاجات وحركات. ف
اليومين اللي فاتوا دول كنت كل يوم بعمل حاجة او كل يومين بعمل حاجة، يعني ما خليتهمش كلهم في يوم واحد. يعني مرة عملت التلاجة، مرة بعديها فوتت كام يوم كده وقمت شايلة ستاير غسلاها. ما بقيتش اركن عليا الحاجات واقوم عامله مره واحده، لا يعني كل يومين كنت بعمل حاجه وما حسيتش خالص ان انا عملت حاجه اصلا. يعني والله العظيم، يعني انا عارفين انا يعني مرات اخويا كانت عندي وكده واختي قالوا لي حاجتك نضيفه ما تعمليش حاجه، بس والله ادام حاجه جت في دماغي لازم أنا اعملها. يعني لازم اعملها، خلاص هي جت في دماغي نضيفه بقى وسخه لازم اعملها. فخلاص بقى هي جت في دماغي انا كده، اي حاجه بتيجي في دماغي لازم أنا اعملها، لو حتى ايه، حتى لو جت عليا بخساره يعني عملتها وخلاص. جربت. ومن يومين كده كان اخر حاجه بقى هعملها ان انا كان عندي مشايتين كنت هغسلهم بس، وعشان خاطر دول اللي كنت هسيبهم والباقي شلته مع الحافظه البني وكده. وغسلت غسلت 2 بس كده اللي انا كنت هسيبهم وكده عندي. وبتوع المطبخ وبتوع اوضه الاطفال كنت غسلاهم من قريب، غسلتهم تاني عشان خاطر على طول بيبقى فيه هرس في اوضه الاطفال، فاديتهم شطفه كانوا نضاف والله ما نزلوش اي حاجه، بس عادي برضك انا جت في دماغي ان انا اغسلهم وكنت غسلاهم من قريب، بس عادي برضك مش مشكله. النظافه هتبقى لينا في الاول وفي الاخر. واستنوني بقى في فيديو جديد ومع السلامه.